أنا صدقني أريد كشعب مصر يعني إني أكرم المجلس العسكري ده تكريم لم يشهد له الزمان مثيلا. وأنا أتمنى إنه يوم ما يصدق ويسلم للناس إن شاء الله، وسيحدث هذا بإذن الله، إني أقيم له احتفالات في شوارع مصر كلها من اسكندرية لأسوان ومن سيناء إلى مرسى مطروح. جميل جدا. بالكامل. أستاذن حضرتك وأخلي أعضاء المجلس العسكري رموز وطنية بالواحد، كل واحد منهم أسميه رمز وطني، وأخلي شعب مصر يضرب لهم تعظيم سلام في مقابل تعظيم السلام اللي أحد أعضاء المجلس العسكري ضربه لأرواح الشهداء. عايز أصنع تكريم لا مثيل له، وهلتمس منهم في تأدب بالغ أقول لهم إنه اسمحوا لنا نجعل العيد القومي للقوات المسلحة أو اليوم القومي للقوات المسلحة هو يوم ما أدت دورها وسلمت السلطة للشعب. أنا أحب الجيش لأنه قرايبي وأحبابي وأصهاري وجيراني والناس، لكن أنا مش عشان بحب أبو بكر الصديق مش هأمره وانهاه. قال إذا وجدتموني على خطأ فقوموني. مش علشان بحب عمر بن الخطاب وأقدسه مش هيقول له لا سمع لك ولا طاعة لحد ما تقول لنا أنت جبت الجلابية دي منين. الإسلام يعلمني كده، إن الشخص علشان أأيده أو أقف ضده فين خطوته الفعلية.